مساء الخير، صباح الخير، اهلا بيكم في برنامجي اللي بدأ يبقى برنامجكم معرفش. شكرا جدا على تعليقاتكم الحلقات اللي فاتت، واتمنى الحلقات اللي جايه كمان تعجبكم. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب في الشانل لو عايزيننا نستمر في برنامجنا معرفش. بيقول السينما بتعتبر مراية المجتمع لأنها بتعكس طول الوقت كل حاجة بتحصل حوالينا، سواء مشاكل سياسية، اقتصادية أو اجتماعية. حتى الضحك والكوميديا كل فترة هتلاقي بصمتها الواضحة لضحك المجتمع في الفترة دي. بس من ضمن المواضيع اللي جت في بالي، السينما المصرية اتعاملت ازاي مع الجواز. ومش قصدي ما قبل الجواز، الحب أو العلاقات، أنا قصدي قضية الجواز نفسها للمتجوزين ومشاكلها. أنا عارف إنها مش بس قضية مهمة لناس كتير، ده يمكن تكون أهم أنواع القضايا بالذات للراجل، واللي ممكن يلبس فيها 26 قضية. ولا هم بقوا كام دلوقتي؟ اخيرا طلعت يا ابو حديده، هتاخد حكم مش اقل من 20 سنه قبل الميلاد. المهم سألت نفسي كتير، هي السينما اتعاملت ازاي مع المتجوزين؟ هل عبرت بشكل كافي عن العلاقة دي؟ هل اتناولت كل المشاكل بشكل كويس؟ طب ايه هي مشاكل الجواز من وجهة نظر الفن والسينما تحديدا؟ اتطورت ازاي مع مرور الزمن؟ وهل عبرت عن كل فترة بشكل واضح؟ يعني لو بصينا وبحثنا في الافلام المصرية هتلاقيها فعلا بتعبر عن كل فترة في مصر بمشاكلها، ولا هي مش معبرة؟ تعالوا نعمل كده جولة في الافلام المصرية، يمكن نعرف ويمكن معرفش. من الاول كده عملت بحث على جوجل الافلام المصريه اللي فيها كلمه زوج او جواز او كده، هتلاقي كميه افلام مش طبيعيه. من اول الزوجه الثانيه والزوجه 13، زوج للايجار، الجواز على الطريقه الحديثه، زوج تحت الطلب، زوجة راجل مهم، والبعض لا يذهب للمأذون مرتين، لحد النهارده. وحتى كمان فيلم اكس مرات. عشرات الافلام اللي اتكلمت عن الجواز ومشاكله، زي اريد حلا، الشقه من حق الزوجه، ومحامي خلع، وكتير قوي. هتلاقي الجواز في السينما المصريه طول الوقت موجود بمشاكله وبكل حاجه. ده الموضوع كبير بقى. هحاول اكون حيادي كعاده اي راجل شرقي ما بيغلطش. تفتكروا مشكله عند الراجل ولا عند الست؟ افلام كتير اتناولت الفكره من وجهه نظر الراجل وشافت ان اغلب المشاكل بتحصل بسببه. بس تفتكر ده حقيقي؟ ولا ممكن تكون المشكله في الست؟ يعني اي علاقه جواز طبيعيه في العالم بتكون بين طرفين، راجل وست. بس الحقيقه ان في المجتمعات العربيه وبالذات في مصر بتلاقي نفسك مش بتتجوز الست بس، لا، بتبقى باكج كده، عرض من عروض البلاك فرايداي. تاخد مراتك بشويه حاجات حواليها كده، حماتك مثلا، صحابها، شغلها، وساعات جيرانك. نبتدي بمشاكل الحموات. دي بتلاقيها في الفيفوريت كده في الافلام المصريه، من اول علي الكسار وحماته، وقد ايه علاقه الراجل بالست بتتاثر بالحما، وانها بتكون محور العلاقه الزوجيه في كتير من الاوقات. من اول الاختبار الجسدي المعقد واللي بيبقى فيه تقييم كامل وشامل عن العروسه، ما يطلعش من اجدعها مركز اشعه وتحليل، من العظم للسنان للشعر اكنها بتكشف على العربيه هتشتريها. مش عايزة أتحسر بقى. الحاره المصريه واللي اتجسدت في ادوار كتير عبرت عنها السينما المصريه بكل الطرق، واللي مش لازم تكون بتاثر على الراجل بس، لا، والست كمان، واوقات بتوصلهم للانفصال. الحما دايما بيكون ليها دور في حياه اي زوجين، اوقات تقوم الدنيا وما تقعدهاش، ولا تنصح نصايح زي اربطيه بالعيال، ولا هاتيله الواد، والنصايح المعقده اللي اتربوا عليها وبينقلوها مع بعض جيل ورا جيل. بس طبعا ما فيش اكتر من ماري منيب، واللي كانت اسطوره الحموات المتسلطه في السينما المصريه. الحما اللي مدوباهم اتنين. ماري منيب كان دايما عبقريه في رسم دور الحما القويه ببساطتها وطريقتها، والنقرزه اللي بتعملها من تحت لتحت، ولا حتى في الوش ترمي جمله ولا اتنين ما تعرفش ازاي يطلعوا اصلا. وجسدتها في ادوار كتير في افلام زي حموات الفاتنات، حماتي قنبله ذريه، وحماتي ملاك، واللي كانت شعله اي جوازه بس بشكل كوميدي يموت من الضحك. اسأليني أنا مدوباهم اتنين، وأظن كمان لا بيتخانقوا مع بعض ولا بيتناقروا أبدا أبدا يا ست. جبت يا بنتي، ما هو الخراب جاي من هنا. ازاي يا ست؟ هو الراجل إن ما كانش يتخانق مع مراته والست تتناقر مع جوزها يبقى فيه ما بينهم عمار، يبقى فيه حب. الخناق والنقار دول فيتامين الجواز. انواع الحموات كتير، بس ماري منيب كانت حاجه تانية. وطبعا الفنانه نعيمه الصغير اللي عملت الدور بشكل كوميدي ظريف في فيلم الشقه من حق الزوجه. وفي الحما الارستقراطيه المتحكمه زي بهيجه في فيلم اشاعه حب، الحما المتحكمه في البيت كله، واللي كانت عايزه عريس مدردح مش بلدي وغني لبنتها سميحه، ولا ميم شكيب واللي على طول ما بيعجبهاش العجب، زي الحموات الفاتنات والبحث عن فضيحه. تشرب خمرة؟ عمري ما دقتها. بتصلي؟ عمري ما فاتني فرض. بتشرب سجاير؟ لا.
يعني راجل عبيط متاخر على الهامش، مش ممكن اجوز بنتي راجل متاخر زي كده. الحما ملهاش كتالوج، ما تفهمش ترضيها ازاي. تحس ان حبها لبنتها او ابنها وغيرتها عليهم بتخليها تشوف شريك حياه عيالها عدو لسه جاي يسرق شقه عمرها، او مثلا رغبه في السيطره. اب مسيطر عايز كل اللي في الحياه يسمعوا كلامه ويعيشوا بالطريقه اللي رسمها هو، ويبقى كلهم نسخ مكرره منه. او حما كان نفسها تجوز ابنها لبنت اختها مثلا، بس بصراحه لو حماتك عصبيه وفيها عبر الدنيا ممكن تبلع لها زلط لو هي يسرا مثلا او ميرفت امين. امارات السينما المصريه هم كمان عملوا دور الحما القويه في فيلم جيم اوفر وحماتي بتحبني. الفنانه كريمه مختار الحما المثاليه. يا ترى طبخلنا ايه على الغدا النهارده يا حماتي؟ أنارب وملوخية. عملت الدور اللي كل راجل بيتمناه، الحما الطيبه. فيلم الحفيد ولا يا رب ولد ولا الصحاب بقى بنفس الحياديه اللي اتكلمت عنها فوق. الراجل ممكن يكون صحابه صحاب القهوه بس، وحتى اصحاب الشغل هتلاقيه مع نفس القهوه برضه، لان اغلب الرجاله ممكن يقعدوا مع ناس ما يعرفوهمش عادي. ممكن اقعد معاكم؟ تعرفوا يا لا ما اعرفوش. ولا انت؟ ولا عمري شفته. للاسف محدش يعرفك. اتفضل اقعد. المقصود ان صحبه الرجاله معروف اولها من اخرها، وتاثيراتهم معروفه وواضحه، زي حدوته الشبشب اللي اترفع والكلمتين اللي في الاخر. يمتد تاثيرهم لساعتين زياده بره البيت على القهوه، مسافه بولت الاستيميشن ولا حجر الشيشه، او كلمتين في الكوره ولا تريقه على واحد، او دراسه جدوى المشروع المشاريع بتاعت اخر الليل دي اللي هتغير حياتهم وتخليهم يسيبوا شغلهم ويبقى عندهم البيزنس بتاعهم. غالبا الراجل بيخرج ولا بيفكر في البيت ولا في حوارات البيت. الراجل بيتعامل مع الحياه على انها فولدرات زي الكمبيوتر كده، يعني فايل الشغل خلص اخش على غيره وهكذا. نزلت القهوه يبقى فايل القهوه. لو الراجل ما عملش كده مش هيعرف ينجح في اي حاجه ولا يعرف يتبسط اصلا، وهيخسر لو لعب على المشاريع. غشاش. لا خلاص اعتبر كل حاجه خلصت، الدور ده على فكره بايظ. لكن الست بقى حدث ولا حرج، صحابها كتير قوي ما تعدش، ما بين صحابات الطفوله والمدرسه وصحابات الجامعه وصحاب الشغل. كل واحده منهم وليها قصه مختلفه وحكايه من حكايات الف ليله وليله، غير بنت خالتها وبنت عمتها وكتير بقى. وعلى فكره هم السبب الرئيسي في مشهد التليفون اللي لازق في الطرحه دي، براءه اختراع تنسب للست على فكره. طالما خبت السلسله الدهب في عبها يبقى مش عايزاكي تشوفيها، عشان ما تطلبيش من جوزك يجيب لك زيها. وصابرين ممكن مبروك. ايوه بنت ليلى، ما انت مش قصدي حاجه والله، بس من ضمن الاسباب اللي بتدمر علاقات الجواز بيكون تدخل الصحاب في العلاقات. والسينما طبعا عبرت عن ده في اكتر من حاجه بتتكلم عن الصحاب بشكل عام، وفي حاجات كمان ليها علاقه بالجواز زي حريم كريم اللي كان سبب طلاقه وصاحبه. مش الصحاب بس، لا ده الجيران كمان ليهم دخل كبير، يا اما بيراقبوك طول الوقت يا اما بيتدخلوا في حياتك يا اما مستلفين نص حاجتك. بقول لحضرتك ايه؟ ايوه بلاقيش عندك شويه بصل وتوم. يا دي الكسوف كده من اول مره اخد من حضرتك البصل والثوم. السينما في الستينات لحد التسعينات كان موضوع الجيران محبب ليها، قبل عصر الكومباوند، قبل السور اللي بيفصل الناس جوه نفس البلد عن بعض، نوع من حمايه طبقه عن طبقه تانية. المهم ده مش موضوعنا، خلينا في الجيران والجواز. فيلم مثلا خلي بالك من جيرانك في كل انماط الجيران، الست اللي بتاخد على دماغها في البيت لكن بتحرض جيرانها على خراب بيتهم. الكلمه في البيت لازم تبقى كلمتك، وكمان مصروف البيت لازم يبقى في ايدك، تصرفي اللي تصرفيه والتكيني اللي تكينيه. تعالي هنا. فاضل كام جنيه اللي سبتهولك الصبح؟ 15 قرش. الست الحشريه والست اللي بتهتم بالمظاهر والست الطفيليه اللي عايشه على السلف، انماط كتير جدا من الجيران. مهم جدا التواصل بين الجيران بس بحدود، مش يا اما ما نعرفش بعض كجيران يا اما نتدخل في حياتنا كلها. طبعا من ضمن المشاكل اللي تناولتها السينما الاختلاف المادي والاجتماعي. زوج مثلا شعبي شويتين والزوجه تبدا تحس انها محرجه جدا، محرجه منه ومن سلوكه، وتبدا هنا الخلافات تزيد او تستحمل شويه بعد كده تزهق منه. اكتر حاجه بتبوظ اي علاقه التفكير الكتير والمقارنات بين الطرفين. يعني الراجل يشوف مثلا واحده مهتمه بنفسها وهاديه في الشغل او في النادي او في اي حته، يقول اهو مش مراتي اللي كل شويه قمص وزعيق وطلبات، اهو هي دي الستات ولا بلاش. حين ان جوز الست دي هتلاقيه بيقول عليها كلام مختلف يا راجل. لما يقارنها بغيره. الست تشوف جوزها بص ازاي ما بقاش مهتم بيا ولا حتى بنفسه، كرشه بقى قد كده طول الوقت بيدفع ماتشات في البيت وماسك الفيب، وتبص على جوز صاحبتها اهو مهتم بيها وسايبها براحتها وبيروح جيم كمان. ما تعرفش ان انا لو متجوزاه مش هتستحمل من كتر ما بتلحق، ولا انانيته مثلا ونرجسيته الزياده. هو رقم واحد هنا دايما، بس اي مقارنه بتبقى شعله تفضل تكبر لحد ما تحرق البيت كله. في الحياه عموما ما تقارنش، عاوز تغير حاجه اتغير انت الاول، هتلاقي الطرف التاني بيتغير معاك من غير ما تطلب. اتحرك انت وهو كمان هيتحرك معاك، لكن هتقف تقول لها اتحركي تقول لك انت كمان اتحرك، هتقعوا انتوا الاثنين. انت اللي نزلك الميه. وقعت الحالي مش عارفه اعوم. وانا ما بعرفش اعوم.
يا جماعه يا اهل الخير. الشغل مشاكله كتيره بقى، اتناولته السينما ان الشغل بيلهي الراجل عن البيت ومراته، زي افلام زوجتي والكلب مثلا، او 24 ساعه حب، واللي كانوا نازلين اجازه بعد 6 اشهر كانوا في البحر. يا بختكم يا متجوزين. او فكره ان الراجل والست بيشتغلوا مع بعض في نفس الشغل، زي مراتي مدير عام. استاذ حسين دايم النزاع مع زوجته. مش معقول. اصلها بعيد عنك ست وحشه شرانيه وكئيبه الوجه. اي والله كئيبه الوجه. انت تعرفها يا استاذ ابو الخير؟ طبعا لا اعرفها. وبيني وبينك حاولت اصلحهم على بعض لقيتها ما تستاهلش. نعم. نصحته ما رضيش يسمع كلامي. واجب عليك برضه. ونصحته بايه بقى؟ نصحته طلقها. او بره السينما زي المسلسلات طبعا، مستر وسيم ومسز اسراء، علاقه فصل البيت عن الشغل، معرفش ده بيحصل ولا لا. الاكل بقى، احنا الشعب الاكل مهم جدا في حياته، واتكلمنا وهنتكلم كتير عن الموضوع ده. بس السينما كان موضوع الست ومهاراتها في الطبخ من المواضيع اللي بتقول ان الست دي بتحب جوزها ولا لا، او الست دي زوجه ناجحه ولا على قدها. ايه ده؟ صنف جديد ده يا اميره؟ ايوه. نجريسكو. نجريسكو؟ ايوه، مكرونه بالفراخ. يا حبيبتي ربنا يخليكي ليه. وده في الستينات، تلاقي في السبعينات لحد الالفيه الجديده كله شغال، كله زي ما قال صلاح جايين. أقصر الطريق إلى قلب جوزك معدته. او زي ما قال محمود عبد العزيز، مسقعه. انت شغاله في الطبيخ الغرقي اللي يا ابني ليه؟ مسقعه بالليل. فعلا في مشاكل ثابته سواء مهمه او هايفه جدا، زي هنام في انهي جنب من السرير، هننام في النور ولا في الضلمه. اعتقد المشاكل دي من قبل السينما لحد يوم القيامه. خش بالحيط. انا فار ولا صرصار؟ باختصار في خلافات مرتبطه بعصور معينه، وفي خلافات متخطيه كل العصور، يعني راجل البسباص والست النكديه، دول نمطين موجودين طول الوقت في السينما المصريه. في مبالغات لان الفن ما بيقولش الحقيقه، يعني بالظبط في ستات نكديه وفي رجاله برضه نكديه، والنكد يعني في الست مش مقتصر على الست المصريه. يا نسوان يا خنيقه. يا رجالة يا ولاد الكلب. كل الستات اللي في العالم بتنكد، الراجل يبقى داخل ينام وتنكد عليه عادي. طيب تصبح على خير. هو فين الخير ده اللي هصبح عليه؟ انت هتنام وتسيبني كده؟ اسيبك كده ازاي؟ هو انا يعني سايبك في الشارع؟ عزمي مش وقت تهريج، اتعدل قوم اتكلم معايا. اتكلم معاكي ايه بس دلوقتي؟ احنا لازم نعيد حساباتنا في الحياة دلوقتي؟ اكيد مش الزوجه المصريه بس اللي بتسال اسئله غريبه ملهاش اجابه واضحه، زي انت مش عارف مالي. تقعد بقى تعيد ترتيب حياتك وتشوف بقى انهي اخطاء وقعت فيها في حياتك. او مثلا عيا بسيط وسبتني ونمت على الارض. امال لو عييت العيا الوحش هتعمل ايه؟ خش ملعون ابو الامن اللي فرقنا عن بعض. طب خلينا بعيد، يعني خليكي في اخر السكه. يا نهار اسود. شايفاك. هشام ماجد لو ما طلعش نام فوق كان الموضوع هيبقى ليه ابعاد مختلفه وحاجات صعبه على الزوج انه يستوعبها. تفتكر ده نكد؟ ارسنال. طبعا لا. اولا ربنا حمى مصر وبعد عنها كل شر، وخلى المصري مشهور بتحمله وقدرته على الصبر. ثانيا دي حوادث فرديه لا تعبر عن الزوجه المصريه بتاتا، وبتحصل في اي حته في الدنيا. من 4 ايام في قطر طلع من الجيزه وصل العياط زي الفل، ما حصلش اي حاجه والركاب كانوا سعداء. طبعا احنا عارفين انك تحول نكد الزوجه بالشكل ده للسينما المصريه ده تشويه مبالغ فيه، اكيد لاهداف كوميديه في الاخر، يعني مبالغات سينمائيه زي ما قلنا، لكن ده كلام مش علمي. انا اسف معرفش. الكسفه اللي انت فيها يا حازم. اما بقى الراجل البسباص مش شرط يكون مزواج او خاين، ممكن راجل طيب وكباره بس انت عارفه اخره ومكبره دماغها. طبعا ده كان زمان اكتر من دلوقتي. قمر غزال يهبل. يا سلام، كل شيء فيك جميل حتى اسمك. طنط يا عمي. قل اعوذ برب الفلق. اوعى تقوم، خليك قاعد. ده انا ما صدقت ان رجلك خفت يا حبيب قلبي.
النمط ده من الشخصيات كان ثابت في كل الافلام ومستمر طبعا بس باسلوب مختلف. جزء من نظره السينما وراكوره بلغه السينما للرجاله والستات. الراجل صغير كبير بسباص، والست كبرت صغرت نكديه، عندها كونسبت الاهتمام ما بتطلبش وبراحتك وكده يعني. طب ايه اكتر انماط المشاكل اللي تناولتها السينما المصريه؟ في دراسه اتعملت سنه 2020 بخصوص قضايا المراه في الاحوال الشخصيه، وخدوا في الدراسه الافلام اللي بتتعرض على روتانا سينما والنايل سينما وسجلوا المشاكل اللي فيها وصنفوها. لقت ايه بقى الدراسه؟ لو اكبر مشكله تناولتها عينه الدراسه الطلاق بنسبه 18%. طبعا الطلاق اتناولته السينما كتير وتبعته على الاطفال والاسره الموجوده. طلقني. ايه؟ طلقني. تتكلمي جد ولا ايه؟ في ايه مالك؟ انا بتكلم جد يا عمرو. طلقني. في ايه يا سلمى مالك؟ طلقني. في افلام كتير اتناولت الطلاق، بس بحس ان السينما رغم تناول الطلاق بنسبه كبيره زي ما الدراسه بتقول بس ده مش كافي. السينما ما قدرتش تتعامل مع القضيه دي وخطرها على المجتمع. معرفش. نرجع تاني للدراسه. تاني اكتر المشاكل اللي تناولتها السينما مشاكل انخفاض الدخل. معرفش التعامل مع الفقر في الافلام بيتغير جدا في وقت الافلام بتعاقب الفقير على فقره بحجه انت فقير تتجوز وتخلف ليه؟ ما تخليك في نفسك وبس. وفي افلام اتناولت الفقر على انه ظلم اجتماعي مر، وده بيختلف حوالين المبدع واقف فين وشايف ايه. يعني فيلم الحرام والزوجه الثانيه في حته، وفي الناحيه الثانيه فيلم افواه وارانب اللي شاف ان الفقر مرتبط بعدد افراد الاسره. ثالث حاجه في الدراسه العنف ضد المراه، وبالتساوي بعد كده موضوع الحضانه، الجواز العرفي، اثبات النسب، وموضوع المحلل. موضوع المحلل في السينما ده اكبر دليل ان السينمائيين بيستسهلوا، يعني ده موضوع مبالغ فيه قوي. عدد المحللين في السينما اضعاف اللي في الحياه. من اول فيلم طلاق سعاد هانم سنه 48 وافلام كتير اتناولت الموضوع ده، اشهرهم جوز مراتي، وطبعا زوج تحت الطلب. ممدوح نعم، انا عايزك تتجوز مراتي. اتجوز مين؟ مراتي. مرات حضرتك؟ ايوه. ده كلام برضه يا بيه. ايه بترفض انك تتجوز مراتي؟ لا يا بيه. ايه وبتقول لا مش قصدي يعني اتجوز مرات حضرتك ازاي بس؟ بره الدراسه بقى والكلام ده، في كام فيلم كده لطاف في الابيض واسود تحت شعار انت مش عارف مصلحتك. بيبقى البطل والبطله متجوزين كنوع من انواع اللعبه او الغصب، وبيكتشفوا في الاخر ان هم لاقيين على بعض. من حوا، رشدي اباظه، ولبنى عبد العزيز، وليله الزفاف، سعاد حسني واحمد مظهر، فيلم بين ايديك، ماجده وشكري سرحان، وانت حبيبي طبعا. يا سلام على حبي وحبك، وعد ومكتوب لي احبك. يا سلام على حبي وحبك، وعد ومكتوب لي احبك. طيب ايه اللي اتغير من زمان لدلوقتي في الجواز وعكسته السينما؟ يعني زمان كان ايه اكتر مشاكل بتواجه المتجوزين؟ زمان كان اغلب الافلام بتنتهي بالجواز، يعني الجواز نهايه الحياه، اقصد الفيلم اول ما مشهد العروسه والعريس والفرح الفيلم بيخلص. ما تعرفش بقى دي نهايه سعيده ولا لا، معرفش. افلام قليله اللي كانت بتتكلم عن علاقه جواز قايمه بالفعل، وكان في افلام بتدور على فكره طلبات البيت الكتير، وفي عيال كتير من 3 ل7 اولاد او بنات، والاب زكي رستم او حسين رياض بيحاول يحقق طموحاتهم. وبعد كده في الستينات زي يوم العروسه عماد حمدي مرتبه مش مكفيه. طبعا المشاكل اللي بيتكلموا فيها على عدد العيال وكونه موظف حكومي عادي وعايش بالمستوى ده انجاز تاريخي يحسب لهذا الزمن. وسيبدا من اول الشهر القادم صرف علاوات الموظفين. ايوه كده يسلم بقك. كده الله يبارك فيك. زدنا يا ستي انا اقول لك زدنا 3 جنيه و48 قرش و8 مليم. بيت العز يا بيتنا، على بابك عنبتنا. بيت العز يا بيتنا، على بابك عنبتنا. لو متفرجش الحلقه اللي عملناها على الرجوع للماضي يبقى انزل شوف. تحس ان المشكله الماديه في الجواز ما كانتش بتتحول لخلاف ما بينهم، ما تحسش ان في مشاكل كتير قوي بين طرفين العلاقه بسبب الفلوس قلت او كترت. ده في سينما الخمسينات والستينات كانت دايما بتتعامل مع النوع ده من المشاكل بتهميش او تقليل، لانها ما كانتش بتتحول لمشكله في الجواز نفسه، لا كانت دايما الاسره بتواجه ده كاسره واحده. باختصار السينما في الفتره دي ما تعاملتش مع الملف الاقتصادي وتاثيره على علاقه الزوج بالزوجه، لا تاثيره على اسره واحده بشكل بسيط قوي، لكن كان تركيزها على الطلاق باعتباره جريمه كبيره، وشويه على التعدديه وعلى الراجل اللي بيتجوز اكتر من واحد، وعلى قضايا النسب، مؤامرات خارجيه بتستهدف الاسره دي او علاقه الجواز دي او الخيانه، زي فيلم الخائنه والباحثه عن الحب، الابواب المغلقه. افلام كتير اتناولت خيانه الست بشكل مباشر باعتبارها قضيه اكبر من انها غلطه، على عكس الراجل. ممكن عشان المجتمعات الشرقيه بتعتبر ان الراجل من حقه التعدديه من منظور ديني، وبتبرر الخيانه للراجل انها نزوه او شيء عابر. حد فيكو قرا كتاب العالم المشهور مستر هوبنز اللي اسمه كيف تخون زوجتك وتسعدها؟ اسمه ايه الكتاب؟ اسمه ايه؟ كيف تخون زوجتك وتسعدها. طبعا لما تبقى هي سعيده هتبقى انت سعيد، البيت كله هيبقى سعيد.
انا عمري ما سمعت عن الكتاب ده ولا انا. السينما عبرت عن خيانة الزوج جوه افلام كتير، لكن اتعاملت معاها بشكل مباشر في ازواج طائشون مثلا. الفيلم اتناول فكرة الخيانة بس بشكل كوميدي، واللي كان سببه ان الزوجات مشغولين بسبب الشغل وبيقرروا الازواج انهم يخونوهم. ام عبده انا بحبك يا ام عبده. بتحبني ومراتك زي القمر. طبعا الموضوع كان عادي وبدائي في فترات الستينات والسبعينات، لكن الموضوع بدأ يبقى اصعب بعد ظهور السوشيال ميديا، واللي الست بقت بتقفش جوزها منه عادي جدا، وبقى محتاج يعمل خطط كتير عشان ما يتقفش، لحد ما وصلنا ان لازم يبقى عندك حيرة عشان يعرف يعمل لك خطط تهرب بيها وتسلك. يا جماعه مين هنا متجوز؟ طب مين هنا بيخون مراته؟ لا. طب مين هنا يعرف على مراته؟ شفت؟ كمان من ضمن الاسباب اللي اتكلمت عنها السينما كان الملل نتيجه الانشغال بالحياه الروتينيه، مثلا زي فيلم الجواز للجدعان. 5 يوم جبنه وزيتون يا مها. ما انا هعمل ايه يا سنكر؟ ما انا مشغوله يا حبيبي مع احمد ومع الغسيل ومع البيت. ايوه بس شويه، انا شويه معلش، شويه طبيخ شويه طبيخ. حاضر يا حبيبي. اعمل لك بيض. مش عايز بيض، مش عايز بيض، ما تجنيش يا اما مش هاكل في البيض ده تاني هنا. كل ما نتحرك لقدام كده في السينما الموضوع بيختلف، ولازم نقف على حاجه. هنا مش بنتكلم على تناول المراه في السينما، لا احنا بنتكلم عن الزوجه في السينما، لان مشاكل المراه في السينما كان فيها حاجات كتير. يعني ما نقدرش نشوف فيلم زي الزوجه الثانيه صرف فكره التعدديه، لان الموضوع اعمق شويتين ثلاثه. هو الموضوع بيتكلم عن الاستبداد، والست هنا مجرد رمز. السينما المصريه استعملت الست كرمز لمصر كتير جدا، لدرجه ان لو عايزين نقف نحلل هنحتاج 20 حلقه على الاقل. الزوجه الثانيه، ميرامار، شيء من الخوف، كرنك، العصفور، كتير جدا جدا. هي مشاكل المرأة، هي مشاكل الزوجة، هي مشاكل المجتمع. هي ليه فزلكة معلش؟ يا انت جيت، انا افتكرت مش هشوفك الحلقة دي وهنستريح شوية من بعض، معرفش. بس في اسباب كتير ان السينما ما كانتش بتعبر بشكل حقيقي عن المرأة في مصر. السبب الاول ان السينما كانت مبنية على نصوص المسرحية في الاساس، بتتأيف عشان تتحول لافلام، ودي بتبقى مقتبسة في الغالب من كلاسيكيات المصري. فيلم الستات ما بيعرفوش يكذبوا اصلا مسرحية، وغيره كتير جدا. وحتى مش مقتبس من مسرحيات، مقتبس من افلام. النص الاصلي اللي طالع من المجتمع كان مش كتير خالص. السبب التاني ممكن يكون ان السينما اغلب صناعها في الفتره دي رجاله طبعا، باستثناء حد زي اسيا مثلا او فاطمه رشدي، بس اغلبيه الصناعه قايمه على الرجاله. وكمان جمهور السينما كان معظمهم رجاله في الوقت ده اثر بشكل كبير في رؤيه المراه اللي ممكن تشوفها مهمشه. يعني قضيه المساواه مثلا، اغلب الافلام كانت بتتكلم عن الست. في اول الفيلم كانت بتطالب بالمساواه مع الراجل، بدات بفيلم زي الرجال فقط، واللي كان فيه 2 من اجمل بنات السينما المصريه، نادية لطفي وسعاد حسني، واللي عايزين يشتغلوا مهندسين في الموقع زيهم زي الراجل، بس في الاخر بتنتهي ان هم بيتجوزوا اللي حبوه. واللي كانت وقتها بتنتهي الافلام بالجواز، لحد ما وصلنا للالفينات وفكره قضايا المراه وتقديمها وصلت لتبديل الادوار والصور عشان نوضح كم الظلم اللي بتعرض ليه المراه، بانها تحط نفسها مكانه من خلال مواقف بشكل كوميدي. انا ولد ولود. بس قبلها وبفتره النجم محمود عبد العزيز والفنانه معالي زايد اتعاملوا معاه بمنطق شبيه ليها من خلال فيلم الساده الرجال. معالي زايد اتحولت الراجل عشان تبين من خلاله مواقف كوميديه عن معاناه المراه. لو سمحتي، لو ممكن لكم لو دمعة. نعم يا خفيف، نعم. ولا هتقول يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم انت كمان. والنجم محمود عبد العزيز من اكتر الممثلين اللي عملوا ادوار وافلام بتتكلم عن مشاكل المراه وتناولها من عده جوانب، زي فيلم الشقه من حق الزوجه، واللي اتكلم عن حق الست في بيت الزوجيه. طبعا مشكله الطبيخ الغامق اللي اتكلمنا عنها من شويه في فيلم الدنيا على جناح يمام وسيداتي انساتي. وهنا رأفت الميمي يتعامل مع الزوج المتعدد بمنظور مختلف كالعاده، وان الراجل المتعدد هو اللي بيتم انتهاكه ومش العكس. وكمان قدم فكره المراه اللي عايزه راجل بلا ماضي او كده، واللي في اخر الفيلم الست تتراجع عن افكارها التقدميه مع بوسه البطل، سواء البطل بقى محمد فوزي او رشدي اباظه في فيلم من حوا مثلا، ولا فريد شوقي، وطبعا محمود عبد العزيز. محدش يقول. انا عايزه اقول لكم كلمه، المعركة لسه مستمرة. معركة ايه تاني؟ ما تسيبي الناس تروح. بكرة هتظهر واحدة منكم تحقق المبدأ بتاعي وكلكم هتعملوا زيها. ده كان تسطيح كبير لمطالب الست. الساحر محمود عبد العزيز لو اتكلمنا عنه ممكن نعمل حلقة لوحده، لو حابين قولوا لنا في الكومنتس. ثانيا علاقات الراجل والست دي محتاجة حلقة لوحدها، احنا اتكلمنا قبل كده عن ده في حلقة تحت، بقى انزل شوفها. بس ما اعرفش، حاسس ان احنا ممكن نعمل منها جزء تاني. يعني تقصد ان السينما ما عبرتش بشكل كويس عن مشاكل الجواز؟ امال اريدوا حل لغير قانون الاحوال الشخصية يبقى ايه؟ تقصد تعديلات قانون
القانون الاحوال الشخصيه سنه 79. معلش كده فكرني، هو ريدو حلن كان بيناقش ايه؟ معلش كان بيناقش للي ما شافش الفيلم وسمع انه غير القانون ان فاتن حمامه متجوزه رشدي اباظه وعايز تتطلق منه، والقانون مش في صفها، صح؟ يعني باختصار كده قانون الخلع. طيب اصلا القانون ده صدر سنه 2000، يعني بعد الفيلم ب 25 سنه. اكيد ما اقصدش اقلل من الفيلم ولا دوره، بس الفن دوره انه يهيئ المجتمع للفكره، يحاول يطرح الموضوع ويتناقش فيه. طيب موضوع الخلع اتناولته السينما بشكل ساخر وبرفض ضمني للقانون اللي اتسمى وقتها قانون سوزان، زي ما اتسمى قانون 79 قانون جيهان، واللي بالمناسبه اترفض واتطعن بعدم دستوريته لان السادات نزله بدون موافقه مجلس الشعب وقتها. بس الحقيقه انه اريد حلا كان فيلم مهم جدا لانه عرف الناس ان فعلا في مشاكل بتواجه الزوجه. من سنه 75 سنه عرض الفيلم وكام فيلم كمان كده ابتدى يبقى النظر للزوجه في السينما المصريه اعمق، والنظر بشكل عام للخلافات الزوجيه واسبابها يبقى واقعي اكتر. زوجتي والكلب مثلا، والصراع النفسي المؤلم اللي كان بيحسه محمود مرسي اللي كان بيخون مراته، من فكره ان نور الشريف ممكن يستغل غيابه ويعمل علاقه مع سعاد حسني. صراع نفسي قوي ولا صراع عين عقلي ما يقلش اهميه، يوريك المشاكل النفسيه والصحه النفسيه حقيقي ليها دور في استقرار العلاقه الزوجيه. والمجتمع لما يبقى مشوه بالتالي هيخلق مجموعه من المرضى النفسيين. وهكذا افلام كتير منهم عفوا اياه قانون واللي تناولوا فيه قضيه قتل الشرف. وفي افلام كتير صورت لك الشك بيعمل ايه في الحياه الزوجيه، وقله الثقه ممكن تودي البيت لايه. كانت دايما السينما بتعتبر الشك مع الراجل مرض وسجن، وبتعتبره مع الست سلاح تربي بيه الزوج او تعذبه، زي فيلم العذاب امراه. مش لازم الفيلم اللي بيتكلم عن الجواز يعمل قانون، المهم يكون ممتع وخلاص. تصدق انت عجبتني الحلقه دي، معرفش ايه اللي حصل لك بس تمام يعني، انا مستغربك الصراحه، بتتكلم بشكل غريب. ايه انت عقلت ولا ايه؟ ولا خايف من حاجه ولا ايه؟ المهم كلامك صح طبعا، بس زي ما قلنا السينما مرايه للمجتمع، وان كنت انا مش شايف انها مجرد مرايه بس، لا كده في تقليل منها ومن صناعها. احيانا بيبقى في رغبه عند السينمائي انه يقدم طرح جديد، مش معنى كده ان المجتمع مهموم بنفس الموضوع او حاجه. نرجع بقى للجواز، زي ما اتكلمنا كتير في حلقات السينما ان موجه الواقعيه الجديده، خان وعاطف خيري وداوود كان ليهم راي وتناول مختلف لقضيه علاقه الزوج بالزوجه. خلينا نركز في اوقات كتيره زي موعد على العشاء، زوجة راجل مهم، على استبداد الزوج وطغيانه بسبب حبه المشوه اللي هو جزء فيه من امتلاك او نرجسيه. ولغايه دلوقتي مشاكل كتير بتواجه البيوت بسبب نرجسيه الراجل او الست وبتهدم البيت بشكل كبير. داوود بقى كان معدي الكلام ده بكتير، كان في افلامه بيسعى لهدم مؤسسه الجواز كلها. اما عاطف الطيب كان ليه رؤيه ان اكبر مشاكل بتواجه المتجوزين هي ان اولوياتهم واهتماماتهم ما بتبقاش واحده، وده هيودي البيت في داهيه. زي سواق الاتوبيس مثلا، كان في سنه قسوه شويه انه كان بيظهر ان الست كتير بتتخلى عن جوزها في الوقت الصعب. مش بس سواق الاتوبيس، لا كتابه الاعدام مراته باعته ضد الحكومه نفس الكلام، والهروب كمان. يا خبر ابيض، في يا عم عاطف هي كل الستات بتخلع وبتهرب كده؟ الشكل ده اللي انت بتتكلم عنه كان في الافلام كلها القديمه لحد الثمانينات وكده، لكن الموضوع من اول الالفينات لحد دلوقتي مختلف. المشاكل ما بقتش زي الاول. ايوه يا ابني، ما هو ده اللي اتكلمت عنه من شويه، انت مش كنت قاعد معاه من الصبح؟ المهم يا سيدي دلوقتي المشاكل اختلفت، الثوابت هي مكمله بس بتتطور بفروقات نتيجه لاختلاف الحياه ومتطلباتها. لكن في حاجات جديده دخلت على المجتمع، يعني مثلا المشاكل الماديه، بعد ما كانت حاجه الاسره بتتجمع عشان تهزمها بقت هي دلوقتي اللي بتهزم الاسره. وحتى قبل ما تتكون ممكن تنهي علاقه حب كبيره بسبب الجانب المادي. افلام كتير مرت على مشاكل الاقتصاديه وتاثيرها على الاسره. اما بقى الخوف من الجواز اللي كانت دايما مقتصره على الراجل بقى كمان جزء من خوف الستات. يعني دلوقتي بقى حرية الست وانها تقدر تعتمد على نفسها في كل حاجة، عشان الست بقت مسيطرة على كل حاجة وما بقتش محتاجة الراجل غير في حاجتين اتنين: تشيل الحاجات التقيلة والتناسل. فيلم بشتري راجل، نيلي كريم كان عايز تشتري راجل تحمل منه عشان يبقى عندها طفل وبس، لان انا شايفه ان الجواز فكره فاشله وان اغلب الرجاله خاينين. كمان فيلم سكر مر واللي بيتكلم عن علاقات الازواج واختلافات الشخصيات المتحرره سواء راجل او ست، او الشخصيات اللي عندها خوف من المسؤوليات، وطبعا الملل والمشاكل الماديه والفروقات الاجتماعيه والخيانه كمان. هو فيلم كومبلكس شويه والصراحه شويه توكسيك وما بيديش خطوط واضحه، هو بينقل صوره بس مش اكتر. والصراحه هو محاوله لاحياء سهر الليالي لكن ما نجحتش. يمكن في صعوبه بسبب حجم المشاكل، يمكن بسبب تعقيدها المفاجئ الغريب، يمكن ما فيش حب مثلا، معرفش، بس هو في حاجه تلخبط. طبعا فيلم سهر الليالي اللي اتكلمنا عنه في حلقه العلاقات يبقى انزل شوفها، فمش هتكلم عليه دلوقتي ولا اتكلم، انا بحب الفيلم ده قوي. وكمان فيلم عن العشق والهوى بمناسبه تامر حبيب، علاقته كانت مميزه والفيلم فيه مشاعر كده. كمان الكوميديا اتعاملت مع المشاكل زي الملل مثلا، يعني فيلم عمر وسلمى 2، وبعد ما اخيرا عمر اتجوز سلمى في الجزء الاول بدات بقى مشاكل الجواز مع الخلف، وتناول الفيلم الملل بسبب انشغال سلمى بالبيت. طلقني يا عمر، انا عايزاك تطلقني، ما بقتش طايقه العيشه معاك. انت ايه؟ انت اللي نافع تكون زوج ولا نافع تكون اب؟ ده يا اخي معقد.
في واحد في الدنيا عنده بنتين يبقى بيناديهم عثمان وابو القاسم. فعمر بيلجأ للخيانة. ونكمل الجزء الثالث، الملل والزهق من الزوج والزوجة. هي شايفاه المفروض يبقى ليه كيان وشغل، مش معتمد بس على باباه. بس غريبة شوية بصراحة، مش هي أي علاقة طبيعية مبنية على الاختيار؟ يعني هي اتفاجئت إن هو معتمد على باباه فجأة كده؟ ما كل حاجة كانت واضحة جدا من الأول. المهم عمر بقى شايف إنها مملة ومش شايفة اهتمامات ومش حاسة بيه. بطلي بقى الاسطوانه الحمضانه اللي انت حافظاها دي، ما تغيري بقى انت ايه غير نكد. بعد كده فيلم زي الانسه مامي اللي تناول فكره الست المعقده من الجواز بسبب خيانه باباها لمامتها، وتربت انها تبقى ست قويه وناجحه وما تفكرش في الرجاله لحد ما تصحى من النوم تلاقي نفسها ام ومتجوزه. الفيلم تناول فكره الحياه الزوجيه بشكل كوميدي، وازاي الست بتفقد انوثتها واهتمامها بنفسها وبتنشغل بالاولاد والبيت، لحد ما نوصل بقى الفيلم وش في وش. هنا بقى الفيلم تناول المشاكل الزوجيه بس عمل كوكتيل افلام في فيلم واحد، يعني ما وقفش على فكره تدخل الحما او الصحاب او الجيران كل حد لوحده، لا ده العيله كلها، الابهات والحموات والاخ الشبح، كمان الصحاب والشغاله والسواق، وكمان الراجل اللي جاي يصلح باب الشقه. كل ده عشان يحلوا مشكله خناقه بدات ببعبعه عن كل الخلافات الموجوده. حاجات كتير اختلفت في السينما المصريه من زمان لدلوقتي، بس يمكن الموضوع ليه علاقه بينا احنا اكتر من السينما، وان احنا اللي بنتغير فبتتغير معانا السينما، ولا السينما بتتغير وبنتغير احنا معاها. معرفش ده تاثير الفن في المجتمع ولا العكس، تاثيرنا احنا على الفن. طريقه الحب اتغيرت، شكله وكلامه. الحب خلص في السينما ولا قل في الحياه؟ معرفش. طب بذمتك ضحكة رشدي أباظة دي موجودة في الدنيا؟ طب بصت عمر الشريف بيبص على مراته في البيت؟ البيوت لازم تتبني على الحب ولا المشكله فينا؟ يعني دلوقتي بقينا ما بنسمعش لبعض كتير، كل واحد فينا مشغول عن التاني، مضغوطين في الحياه ومشاغلها. يمكن محتاجين نقدر الدوشه والزحمه اللي جوه كل واحد فينا، يمكن محتاجين نطبطب على بعض اكتر من كده. يمكن الست محتاجه تفهم الراجل واحتياجاته البسيطه، ان يبقى قاعد في مربعه الفاضي شويه ويفصل. يمكن كمان الراجل يكون محتاج يحضن مراته وقت العصبيه ويهديها، او مش لازم فجاه كده. انتوا عارفين ايه اللي اهم من البوس بكتير؟ ايه؟ الحضن. الحضن الست لما بتتحضن حضن بجد بتحس انها ست فعلا، حاجه صغيره كده وضعيفه بس مالكه كل حاجه. محتاجين نتفاهم اكتر من كده، محتاجين نتكلم ونحتوي ونسند بعض، محتاجين نعدي لبعض شويه. ويمكن كمان السينما الرومانسيه اللي اختفت دلوقتي، لو عايزين حلقه عن رومانسيه زمان قولوا لنا في الكومنتات. بس الافلام بتاعت زمان مليانه حب ومشاعر، خلت الاجيال اللي فاتت تتعلم منها. الحب اللي في السينما اللي قل ده، الافلام اللي فيها الحب سهل والخطوط واضحه، مشاعر وحنان ورومانسيه، يكون ده السبب. حب الرايقين، الناس اللي كانت بتعمل كل حاجه بمزاج، روقان وهدوء وراحه بال. يمكن احنا السبب، واحنا اللي ظالمين نفسنا وظالمين الحب. معرفش.